زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، على ما يجيبوا مدرس فرنساوي. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي. ايه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. 14 نوفمبر زي النهارده كده سنة 1948 اتولد الفنان يوسف عيد، كوميديان مع مرتبة الشرف. مجرد ظهوره قدام الكاميرا بتلاقي نفسك بتضحك تلقائيا، عارف بالظبط من أين يؤكل الإفيه. في الحلقة دي هنتكلم عن بوب مارلي السينما المصرية يوسف عيد. يا حلوة يا اللي العسل سايل من الشفة، شعرك سلاسل ذهب، دمك كمان خفة، ادفع في مهرك ألوف واهديكي جامع بالي، لو قلت كلمة يسمع بسمع من الشفة. يوسف عيد كان من النوع اللي بيحب الكوميديا البسيطة اللي تطلع من قلب، وده اللي خلاه واحد من الممثلين اللي بتحب تشوفهم حتى لو طلعوا لدقائق بسيطة. هو كان بيعرف يضحك الناس بطريقة عفوية ومن غير تكلف، ودي حاجة كانت نادرة وميزة كبيرة في الوسط الفني. لكن اللي كان فعلا عامل فرق في حياته هو انه كان بيحب شغله وبيقدمه للناس من قلبه، ومن حب الجمهور ليه فضلت ادواره اللي عاملها عايشة في وجدان الناس حتى بعد رحيله، وده لانه فعلا كان فنان بيعرف يوصل للناس بسهولة وببساطة. كوميديان زي ما قال الكتاب، وجهه بشوش يدخل القلب بسرعة. يوسف عيد يعتبر من أول ما بدأ لحد نهاية مسيرته الفنية ما خدش مساحة دور كبيرة، كانت أغلب أدواره ثانوية أو مشاهد صغيرة، لكن بالرغم كده كانت مؤثرة وساب بصمة كبيرة في كل المشاهد اللي عملها، ودي قيمة الفنان الحقيقي اللي بجد بيكون موهوب. يوسف عيد من الفنانين اللي بجد يعني جايبينها من تحت قوي، وبرغم المشوار الطويل والمتعب إلا إنه يوسف عيد ما خدش من الفن اللي كان منتظر منه، نتيجة التعب والاجتهاد والمعافرة طول حياته ما اتكفأش عليها. وللأسف كان حظ الفنان يوسف عيد زي حظ الفنان محمد شرف، الاتنين العامل المشترك ما بينهم إنهم ما خدوش فرصة كبيرة نتيجة موهبتهم الكبيرة. والمناسبة يعني أنا عملت حلقة للفنان محمد شرف، ممكن تشوفوها موجودة على القناة عندي، تعرفوا فعلا إيه اللي زعل إنك تحب وتبقى مخلص لحاجة وتفني حياتك كلها ليها، بس في الآخر ما تاخدش نتيجة اللي كنت منتظر. في سنة 2000 كانت سنة حلوة بالنسبة ليوسف عيد ونقلة مهمة ليه نوعية أدواره، سنة بيشارك فيها في أهم فيلم في السنة دي، فيلم الناظر مع علاء ولي الدين الله يرحمه. هو يعني يعتبر الدور ده لا يتعدى المشهدين، إلا إن الدور نجح جدا وعلم مع الناس. مين فينا ينسى دور زكريا الدرديري ومشهده في الفيلم والإفيه بتاعه المحفور في ذاكرة السينما المصرية، إفيه مش ممكن يتنسي. هي دي قيمة الإبداع اللي بجد، مشهد صغير عايش سنين وسنين في الأذهان. انتوا تعرفوا إن اللي بيعمله يوسف عيد في السينما والمشاهد بتاعته هي حاجة بسيطة بالنسبة لممثل المسرح اللي زيه. يوسف عيد اللي ابتدى حياته المهنية على خشبة المسرح، حجم الموهبة ده مش جاي من فراغ يا جماعة. هو بصراحة أكبر خسارة إن المنتجين والمخرجين ما استفادوش بإمكانية وموهبة يوسف عيد. الراجل حرفيا كان يستحق أكبر من اللي خده على مستوى أدواره، بس للأسف إحنا هنا الموهبة آخر حاجة بنهتم بيها ونديها حقها، والمعيار الأساسي لاختيار الأدوار هنا معتمد على واسطتك مين، ابن فنان بقى ولا ابن مخرج ولا أنت شكلك حلو ولازم تمثلي. إحنا للأسف كل شيء بقى مباح هنا، وناس كتير بتتظلم بسبب السيستم الغلط اللي إحنا ماشيين بيه. يوسف عيد في نفس السنة اللي بيشارك فيها في فيلم الناظر بيشارك برضه في دور بسيط لكنه مؤثر جدا، بيشارك في فيلم ثقافي في دور عبد الله صاحب الحمار، واحد من أحلى المشاهد الكوميدية للراحل يوسف عيد. كان مشهد صغير جدا لكنه علق مع الجمهور بشكل رهيب. ايه ده هو اللي هيتجوز ده الحمار؟ هو الحمار ماله الحمار؟ ماله الحمار؟ ما زي الحمار. طب ليه الغلط ده؟ معلش يا اخ عبد الله لو سمحت، عندي اقتراح بسيط. يعني الزريبه واسعه بسم الله ما شاء الله، ما ينفعش هم ياخدوا ركن كده يتجوزوا فيه براحتهم، واحنا هناخد يعني حته كده صغيره ونتفرج فيها. لا عدم المؤاخذه، اصل دي حمير حساس ما يعرفوش يقعدوا مع بعض وحد شايفهم. هنقعد في حالنا والله ما هنبص عليهم. انا بقول لسيادتك حمير حساسه ما ينفعش. طب حضرتك يعني ما ينفعش ياجلوا قعدتهم ساعتين ثلاثه عقبال ما نتفرج احنا؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، بقى لهم اسبوع ما قعدوش مع بعض، وبعدين دي ارواح زينا زيهم، حرام ان احنا نعذبهم. والله يا اخ عبد الله انا اعرف ارواح بقالهم 27 سنه ما قعدوش مع حد خالص وعايشين وزي الفل. لا مؤاخذة بقى، دول يبقوا مخلوقات أقل. يوسف عيد بمرور الوقت بقى عنده بصمة واضحة في كل مشهد يظهر فيه. الأدوار الصغيرة اللي أخدها كانت تتحدى كل نظريات التمثيل التقليدية، وتثبت إن مجرد الظهور بروح طبيعية وقدرة على الضحك الصادق يكفي لإحداث تأثير. يوسف عيد بالنسبة لجمهوره حاجة كده أشبه بالكوميديا العفوية اللي لما تشوفها ما تقدرش غير إنك تضحك من غير ما تفكر. كان دايما عنده حس كوميدي تلقائي، مش بيحتاج لمواقف معينة أو شخصيات معقدة عشان يضحك الناس. دوره
مهما كان حجمه بيفضل محفور في ذاكرة الجمهور، لأنه عارف بالظبط يجيب الإفيه منين وكيف يقدمه بمنتهى السلاسة. في سنة 2001 بيشارك في فيلم ابن عز مع علاء ولي الدين، وفي نفس السنة بيشارك في فيلم 55 إسعاف في دور بسيط جدا. بيشارك في 2003 مع الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، وطبعا المشهد بتاعه في الفيلم ده محدش يقدر ينساه. وفي سنة 2004 بيعمل مشهد بسيط جدا في فيلم صايع بحر في دور الشاعر كمال المنوفي. وفي سنة 2005 بيعمل دور أبو إسماعيل في فيلم عيال حبيبة، واحد من أحلى أدواره. وفي نفس السنة بيعمل شخصية بدوي فيلم علي سبايسي مع حكيم. في سنة 2006 بيعمل مشهدين في فيلم جعلتني مجرما مع أحمد حلمي في دور الحنوتي. ونجري شوية بقى بالزمن ل 2008 بيعمل دور مهم ويعتبر نقلة ليوسف عيد في نوعية أدواره في فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مع محمد هنيدي في دور وكيل المدرسة. طريقة ضحكته اللي حرفيا في الفيلم ده كانت جامدة جدا. في سنة 2010 بيعمل أشهر أدواره اللي سمعت جدا وعملت نجاح كبير، كابتن حمدي كاتا في الكبير قوي، وحلقاته في السيزون الثاني تحديدا بدون مبالغة يعني كانت واحدة من أجمل الحلقات في مسلسل الكبير قوي. انا عايز مدرب بوكس. انا بلا فخر المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني انا لبستك خلاص، انت بقيت بالنسبه لي امر واقع. انا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس ايه؟ البوكس ايه والكاراتيه ايه؟ ما كله ضعف. في نفس سنة 2010 بيعمل دور أشرف مع محمد سعد في فيلم الليمبي 8 جيجا. في 2011 بيشارك في فيلم صرخة نملة مع عمرو عبد الجليل في دور جميل خرابة. ومرورا لسنة 2013 بيعمل دور عم بهنسي في مسلسل الرجل العناب. الدور ده بالنسبة لي أكتر دور معلق معايا ليوسف عيد، دور هيعيش كتير قوي. لما نيجي نبص على مسيرة يوسف عيد الفنية نلاقيها مليانة بمشاهد بسيطة لكن ذات قيمة كبيرة. ممكن جدا تكون بتضحك دلوقتي على مشهد قديم ليه حتى لو مش بتفتكر تفاصيل الفيلم بالكامل، لأن ضحكته وطريقة أدائه بتخليك تحفظه وتفضل فاكره. للأسف الواقع في السينما المصرية كان أقل رحمة مع يوسف عيد، وعمل موهبته ببرود كبير. ولأن الوسط الفني مش دايما بيدي الحق لصاحبه، يوسف عيد بقى نموذج حي لمأساة الفنان اللي ما خدش الفرصة التي يستحقها. في 2014 بيعمل يوسف عيد أكتر من عمل، أهمهم تأثيرا ويعتبر آخر عمل ليه قبل وفاته دور بوب مارلي في فيلم الحرب العالمية الثالثة. ورغم إنه في كل مرة بيظهر كان دايما في دور الرجل البسيط اللي بيمثل الشخصيات الشعبية بتلقائية، لكنه كان بيقدر يعبر عن مواقف الناس في الحياة اليومية بشكل يخليك تشوف نفسك فيه، تحس واحد منك شايل همومك وضحكتك بنفس الوقت. في النهاية الفنان الحقيقي اللي زي يوسف عيد مش بيحتاج شهرة أو أضواء عشان يتقدر، يكفي إن هو نفتكره كل ما نضحك على مشهد ليه وندرك إن هو ترك وراءه إرث فني عظيم بنحسه لما نفتح فيلم هو فيه ونشوفه بيضحكنا من جديد. يوسف عيد كان فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان بيقدر يعرف يقف في الكادر ببساطة، مش بيحتاج مكياج أو إضاءة مخصوص، تواجده كان كافي عشان يسيب أثر، ولما تسمع صوته أو تشوف حركات مميزة تعرف إن المشهد ده ملكه حتى لو كان مدته ثواني. يوسف عيد أيضا كان فنان مسرح ممتاز، بدأ حياته على خشبة المسرح. المسرح هو المكان اللي يوسف عيد تقل موهبته الفنية فيه. في 22 سبتمبر 2014 بيرحل عن الدنيا يوسف عيد، لكنه ما رحلش عن قلوب جمهور، تارك لنا ذكريات وأدوار صغيرة لكنها كانت مليانة صدق وموهبة. مشهد بسيط ليه ممكن يكون أقوى من بطولة كاملة لأي حد تاني بدون مبالغة. هو ده الفنان الحقيقي اللي حتى بعد رحيله تفضل أعماله محفورة ومؤثرة في قلوب الناس. رحم الله الفنان الجميل يوسف عيد. طبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب. ما تنساش برضو تعمل لي فولو على صفحتي على فيسبوك، وممكن تبص على اكونتاتي كلها موجودة في الديسكريبشن تحت. ويلا اشوفكم على خير، سلام.